السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وحشتوني جدا جدا. كنت عايزة الأول أشكر كل الناس اللي اشتركت مؤخرا. شكرا جدا على الكومنتات اللطيفة بتاعتكم واللايكات وعايزين تشيروا بقى الفيديوهات وتكبروا الجروب، يعني تقولوا لأصحابكم عشان خاطر يشتركوا في القناة ونكبر ونبقى عيلة كبيرة، عيلة فضفضة. النهاردة أنا كنت عايزة أتكلم على موضوع الأم والأب. آه، الأم والأب في حياتنا حاجة كبيرة جدا، سواء هما موجودين، للمامته وبابا موجودين ربنا يخليهم يا رب دايما، أو للي ما عندوش مامته وبابا. آم، في إن احنا نبرهم وإن احنا نتعامل معهم كويس. ده موجود في حياتهم وبعد مماتهم. إن إحنا نبرّهم وهُم عايشين طبعًا عارفين نعمل إيه. إن إحنا نتودّد ليهم، إن إحنا نسمع الكلام، إن إحنا ما نقولش كلمة تزعّلهم، إن إحنا ما نعلّيش صوتنا عليهم، إن إحنا ما نقولهمش أي حاجة تجرحهم، ما نحسّسهمش لو هُم مثلًا حد كبير تعبان أو مريض، ما نحسّسهمش إن هُم حِمل علينا. وإحنا صغيّرين لمّا كُنّا بنتعب ما كُنّاش حِمل عليهم أبدًا. فنعملهم زي ولادنا لو كانوا هم ناس كبيرة يعني، نعملهم زي ولادنا زي ما كانوا بيعاملونا وإحنا صغيرين. آآ كنت قريت مرّة قصة، كانت قصة حقيقية يعني. إن في واحد راجل كبير كان بيشتغل عند حد يعني، سواق. والراجل ده كانت غلطاته كتير وبيتعامل كتير بأسلوب يعني بايخ من صاحب الشغل اللي هو بيشتغل عنده. والراجل الكبير ده بيستحمل وما بيردش. آآ لدرجة إن ناس كتير جدًا قالوا له: "أنت إزاي تتحمّل ده قد ابنك؟" إزاي تتحمّل إن هو يكلمك بالطريقة دي؟ الرزق بتاع ربنا، إزاي تتحمّل إن هو يتعامل معاك بالطريقة دي وأنت زي والده أو في سِن والده؟ فما ينفعش تسكت، ما ينفعش يعني ده بيهينك يعني. فالراجل يسمع ويسكت، كتير جدًا كانوا بيكلموه في الموضوع ده والراجل يسمع ويسكت. لغاية مرّة كان بيسوق له العربية، الراجل اللي هو بيشتغل عنده صاحب الشغل عمّال يهزّق فيه وعمّال يتكلّم فيه بطريقة مش كويسة. وبعد كده قال له: "خلاص أنا مش عايزك، انزل هنا، أنا مش عايزك تكمّل معايا الشغل، انزل في الحتّة دي." والراجل قال له: "لأ أنا مش هانزل هنا، أنا هانزل قدّام شوية." والولد الصغير اللي هو صاحب الشغل يقول له: "هو أنت يعني ما عندكش كرامة؟ أنا باقول لك انزل هنا." أنا مش عايزك تشتغل معايا، انزل في الحتّة دي، وقّف العربية وانزل هنا. والراجل مُصِر، الراجل مُصِر إن هو ينزل قدّام شوية، صاحب الشغل مُصِر إن هو ينزل في الحتّة دي. لغاية كان في واحد قاعد معاهم في تبع الشغل برضه، اتضايق جدًا وخرج عن شعوره وقال له: "أنت إزاي تستحمل حاجة زي كده؟ انزل هنا والأرزاق بيد الله، انزل في المكان اللي هو قال لك عليه، ليه مُصِر إنّك أنت تنزل قدّام؟ يعني أمرك عجيب جدًا يعني." فالراجل قعد يعيّط جامد جدًا و وقعد يقول له: "أصل في حكاية أنت مش فاهمها، أنا الولد صاحب الشغل ده ابني بجد، ده ابني فعلًا، بس هو بيعاملني بالطريقة دي وإحنا اتفقنا إن أنا ما أقولش إن أنا والده يعني." فالراجل استغرب جدًا وقال له: "إزاي الكلام ده وأنا مش متخيّل والكلام اللي أنت بتقوله ده صعب وما حدش أبدًا يقدر يتصوّر حاجة زي كده، إزاي حد في الدنيا يقبل إن هو يشغّل باباه عنده سواق؟" فقال له: "اللي حصل إن أنا زمان وأنا في سِنُّه كنت باعامل والدي بطريقة وِحشة، وفي الطريق ده بالضبط أنا نزّلته من عربيتي، نزّلت والدي من عربيتي وقُلت له: أنت بقيت حِمل عليّا وعلى مراتي وعلى بيتي، أنا هانزّلك هنا ومش عايزة أشوفك تاني، فنزّلني هنا في الشارع ده بس قدّام شوية، في الحتّة اللي أنا عايزة أنزل فيها عشان يبقى عدل ربنا صح." فالراجل استغرب جدًا وقال: "سبحان الله." كل حاجة مردودة في الدنيا، يعني التعامل اللي بنتعامل بيه أهالينا بيترد لنا في الدنيا قبل حساب ربنا في الآخرة. فإحنا لازم نتعامل مع أهالينا كويس. لو أحياء ربنا يخلّيهم، نتودد، نعاملهم بالحسنى. حتى لو الناس لمّا بتكبر بيبقى أسلوبها صعب شوية،
نتحمّل، زي ما اتحمّلوا شقاوتنا وإحنا صغيّرين، اتحمّلوا لعبنا، اتحمّلوا تكسيرنا للحاجات، اتحمّلوا حاجات كتير جدًا وإحنا صغيّرين، نتحمّلهم وهُم كبار، هيبقى جزائنا عند ربنا كبير، هنتحمّلهم بحُب. ما فيش حاجة اسمها أنت حِمل عليّا، ما فيش حاجة اسمها أنا ظروف الدنيا وشغلي ومراتي وولادي أو جوزي وولادي. آمم ما عنديش وقت إن أنا آخُد بالي من أمي أو من أبويا لو هو تعبان. حِمل عليّا لإن أنا مواعيد شغلي مثلًا لا تسمح إن أنا مواعيد شغلي لا تسمح إن أنا أقعد معاه آخُد بالي منّه، أودّيه دار مسنّين عشان خاطر أنا مش قادرة أتحمّل، ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. ده إحنا حتى لو بالفرض إن إحنا حتى لو وقت شغلنا لا يسمح، لو سِبنا شغلنا ده أو حتى اكتفينا بشغل أوقاته مناسبة، حتى لو فلوسه أقل وخدنا بالنا من بابانا والّا مامتنا المريض ده، ربنا هيبارك في الفلوس الأقل دي عشان أنا بارّة بأمي وأبويا. بِرّ الوالدين من أسباب الرزق، يعني ما حدش أبدًا في الدنيا يتحمّل آمم إن باباه أو مامته يدعوا عليه دعوة مش كويسة، أو روح ربنا يدّي لك على قد نيتك، والّا روح يا رب ولادك يعاملوك زي ما يعني إحنا مش حِمل إن أهالينا إن أمنا وأبونا يدعوا علينا دعوة، مش هنتحمّلها، مش هنعرف نعيش طول عمرنا. لكن الحُب والتعامل والتسامح والمعاملة الطيبة للأم والأب بيخلّونا عايشين في بركة، عايشين في نعمة، حتى بعد ما بيتوفاهم الله، بنعيش في النعمة دي ببركة دعاهم، ببركة برنا ليهم، ببركة إن ربنا آمم أمرنا إن إحنا نبرّهم في حياتهم وبعد مماتهم. الأم والأب حاجة كبيرة، خلّيهم فوق راسنا، نعاملهم كويس، ولو هُم مش موجودين ندعي لهم، الدعاء ده هو الصلة اللي بيننا وبينهم، الكلام اللي بيننا وبينهم، ندعي لهم، نعمل لهم صدقة، نعمل لهم يعني أنا أعرف ناس بتتكلم مع مامتها وباباها اللي هُم متوفيين، يعني بيتكلموا زي ما كانوا متعودين إن هُم يتكلموا مع بعض وهُم عايشين، بيتكلموا مع بعض برضه وهُم مش موجودين. ده في ناس كانوا بيقولوا لي يعني إن أنا بتقعد بتقعد تحكي لمامتها الله يرحمها يعني على تفاصيل زي ما كانت متعودة وهي عايشة يعني، بتقعد تحكي لها وبتقول سبحان الله أحيانًا كتير جدًا، جدًا بتلاقي رَد أو مش رَد، يعني هي مش هتكلمها وترد عليها، يعني بتلاقي إن الأمور اتيسّرت، يعني كانت تقعد تقول لها مثلًا لو موضوع زي ده يا ماما وأنتِ موجودة وأنا باحكيه لِك كنتِ قُلتِ لي عملت إيه، طب أنا دلوقتي مش عارفة أعمل إيه، طب مين دلوقتي يقول لي أعمل إيه؟ بتلاقي سبحان الله الدنيا اتيسّرت معاها، وتلاقي الموضوع اللي هي لو في أكتر من موضوع مثلًا هي محتارة فيه، بتلاقي موضوع فيهم اتيسّر الحال لوحده، بالاقي الردود جاية لي كده من عند ربنا يعني. ربنا يخلّي كل أب وأم موجودين، وربنا يرحم كل أب وأم متوفيين، ربنا يجعلنا بارين بيهم أحياء وأموات. أتمنى يكون النهارده الموضوع عجبكم، أتمنى إن إحنا كلنا نبقى بارين بأهالينا. شكرًا ليكم على حُسن الاستماع، ربنا ما يحرمنيش منكم. لايك بقى وكومنت وشير كتير، كتير، كتير عشان نتعرف، آمم ونكبر مع بعض إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا محمد يا رسول الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.